Whenever you hear strange noises in this house, pretend they don't exist, Lisa. Look under the floor. اهلا بيكم يا وحوش في حكايه جديده. النهارده هنلخص فيلم الرعب والغموض اسمه هانتر. فتح عينك كويس وركز في كل تفصيله علشان اللي هتشوفه مش زي ما انت متخيل. بس الاول نصلي بينا على النبي ويلا بينا نبدا. البدايه يا سيدي مريبه جدا، تترات تقلق وبرطمانات مليانه فراشات محبوسه، واسم ليزا جونسون بيتردد صدى صوته في الجو. هنا بنتعرف على بطله حكايتنا. ليزا بتصحى من النوم وبتطفي الراديو اللي طالع منه صوت طفل بينادي عليها. الكاميرا تاخدنا جوله في اوضتها لحد ما ليزا تقف قدام الشباك وبتبص بصه تخليك تقلق. البيت كله محصر بضباب كثيف جدا كأن العالم الخارجي اختفى. ننزل الصاله، ليزا بتحاول تعلم اخوها الصغير روبي ازاي يلعب لعبه مكبان، ولما الواد بيخسر كعادة العيال الصغيره بيرمي اللوم عليها هي. بتديله الراديو وبتقول له بطل تحطه في اوضتي تاني، بس روبي بيصمم انه مش هو اللي بيعمل كده وان صاحبه الخيالي ادجار هو اللي بيجيب الراديو عندها. ليزا المفروض عيد ميلادها بكره بس امها ولا في دماغها. بتأمرها تغسل الهدوم وبميه ساقعه كمان. ليزا بتعترض وبتقول لها يا ماما انا لسه غاسله الهدوم دي امبارح، بس الام مصممه. وهنا ليزا تبدا تحس ان في حاجه غلط، حاجه مش راكبه على بعضها. المشهد اللي بعده ليزا واقفه عند الباب وبتبص على الضباب اللي خانق البيت. ابوها بيجي يقفل الباب وبيقول لها ما ينفعش تخرجي في الجو ده، وبيقول كمان ان التليفونات قطعه. بس بيلاحظ ان بنته مش على بعضها. بيسالها بيقول لها مالك، وبترد بورود وبتقول له انا تمام، بس حتى لو حكيت لك ايه اللي بيحصل في اوضتي عمرك ما هتصدقني. وبتسيبه وبتمسك آلة الكلارينيت بتاعتها وبتعزف مقطوعة بيتر والديب، والمزيكا بتملى البيت بجو كئيب ومريب. بعد شوية أمها بتنده لها علشان عايزين يكلموها في موضوع. بتقعد معاهم وهي بتلعب في مكعب روبيك في إيديها. أبوها بيقول لها تصرفاتك غريبة الفترة دي، وبيسأل عن هدوم ناقصة في الغسيل، وليزا بترد عليه رد يجنن. الهدوم دي بتختفي كل يوم. الأب بيتنح مش فاهم حاجة. وهنا ليزا بتفرش الملاية وبتبدأ تسرد لهم تفاصيل يومهم بدقيقة وثانية، إيه اللي بيحصل وإيه اللي هيتقال. وفجأة بترمي القنبلة، انا مش رايحه المدرسه بكره، وانت يا بابا مش رايح الشغل، وعيد ميلادي بكره مش هيجي اصلا. هي المفروض تكمل 16 سنه بس حاسه ان الرقم ده بعيد قوي. طبعا الاب بيبص لها كانها اتجننت، بيفتكرها زهقانه من الروتين، والام بتتدخل في الكلام وبتحاول تهدي الدنيا. بس هنا ليزا بتفقد اعصابها وبتصرخ فيهم وبتقول لهم انتوا مش فاهمين حاجه، انا شرحت لكم الموضوع ده يجي 1000 مره وانتوا برضه بتنسوا. وبعصبيه بتحل مكعب الروبيك وترميه وبتقول لهم الحقيقه المرعبه، احنا محبوسين في البيت ده وللأبد. وهنا بقى كل حاجة بتتغير، وكلامها بيخلينا نسأل ازاي اتحبسوا في لوب زمني وليه هي الوحيدة اللي فاكرة. بنشوف لقطات سريعة للعيلة وهي بتكرر نفس اليوم بالظبط زي ما ليزا قالت. كلهم بيمثلوا السعادة ومندمجين ما عدا ليزا اللي واقفة بتتفرج عليهم بحسرة وهي عارفة ان ده مجرد تكرار. وتاني يوم الصبح بنكتشف ان ليزا ما كانتش بتكذب. روبي بيقول نفس الجمل في الراديو عشان يصحيها، ونفس الضباب محاصر البيت، ونفس الحوار بتاع الغسيل بيتعاد تاني. تحت ليزا مكتوب عليها تغسل الهدوم دي الى ما لا نهايه. بس بتحمد ربنا ان اللوب ده ما حصلش في يوم مدرسه، والا كانت بقت كارثه سودا. فجاه ليزا بتسمع صوت بيخليها تقلع السماعات وتوقف الغساله. بتتلفت حواليها برعب وبتحاول تحرك الغساله من مكانها، وفجاه باب النشافه بيترزع لوحده بقوه. بتترعب وبتطلع تجري من الاوضه. التليفون الارضي بيرن، بتجري ترد بس ما فيش غير صوت شوشره، وبترجع تعزف تاني. بس المره دي بتسمع صوت شبح بينده عليها باسمها. ليزا بتتجمد مكانها وقلبها بيدق بسرعه. الصوت بيتردد في السكون القاتل، وبتبص ناحيه فتحه التهويه وبتسمع عزفها هو بيتردد لها تاني من الفتحه. وهنا امها بتدخل عليها فجاه وبتسالها تاني عن الغسيل الناقص. ليزا بترد نفس الرد المحفوظ اللي قالته مليون مره، زي الاسطوانه المشروخه اللي ما بتخلص. شيء مرعب لما تتخيل كميه المرات اللي ليزا عاشت فيها اليوم ده. وبالليل وهي نايمه قلقانه بتلمح خيال حد واقف ورا باب اوضتها. اول ما بتقوم تقعد الخيال ده بيمشي، قلبها هيقف من الخوف بس بتتشجع وتقوم تشوف مين ده. وبتمشي ناحيه اوضه بابها مفتوح، واول ما تمد ايديها تمسك الاكره الباب بيترزع في وشها لوحده. بترجع تجري على سريرها وهي مرعوبه. تاني يوم الصبح الدوامه بتبدا من جديد، نفس الاحداث، بس المره دي بنشوف ليزا بتحاول تاني تحرك الغساله، والمره دي بتنجح من غير ما باب النشافه يترزع. ولما حركتها اكتشفت باب سر صغير في الحيطه، باب يدوب يعدي شخص صغير. بتحاول
بتحاول تفتحه بس ما بيتحركش، ورغم إنها ما عرفتش تدخل بس حست إنها أنجزت حاجة جديدة النهاردة وكسرت الروتين. وهي بتعزف بتسمع صوت جاي من السقف، بتجري بسرعة ناحية الباب المفتوح ومصممة المرة دي ما يتقفلش في وشها تاني، مش هتستسلم المرة دي. جوه الأوضة دي ليزا بتلاقي شريط فيديو مرمي على الأرض ومكتوب عليه يوم الانتقال. الفضول بياخدها وبتحطه في جهاز الفيديو وبتشغله، وعلى الشاشة بيظهر تاريخ سنة 1984 والعيلة كلها واقفة قدام البيت ده، وأبوها بيعلن بفرحة إن ده بيتهم الجديد. ليزا بترجع شريط الفيديو لورا، بتحاول تلقط أي تفصيلة تكون فلتت منها، وفجأة بتوقف الشريط لما بتلمح خيال بني آدم واقف جوه البيت. بتفضل مبحلقة في الشاشة ومش عارفة تعمل إيه، وحاسة إنها تايهة أكتر من الأول. بترجع أوضتها وطلع لوحة الويجا، هتموت وتلاقي أي إجابة. بتسأل في حد هنا بس مفيش رد، وبتجرب تاني وتالت وبرضه مفيش حاجة. فبتسأل سؤال واحد، هو اللي أنا بحاول أكلمه ده عايش؟ فجأة كرسي هزاز لعبة بيتحرك لوحده. ليزا بتتصدم لما المؤشر بيتحرك على كلمة نعم، وقبل ما تلحق تستوعب اللمبة اللي فوقيها تطفي، وفي لحظة رعب بتلمح انعكاس حد واقف وراها في شاشة التلفزيون، ومن كتر الرعب الشاشة بتشرق قدام عينيها. ليزا ما استحملتش وبتطلع تجري وقلبها هيقف من الخوف. وعلى الغدا بتشوف أبوها بيولع سيجارة، بتستغرب وبتسأله أنت بتدخن من إمتى؟ ده مش العادي بتاعنا. أمها بترد ببرود أعصاب، أبوكي طول عمره بيدخن بعد الأكل. بعدها بشوية بتراقب أبوها في الجراج، تلاقيه بيكلم نفسه بعصبية غريبة مش طبيعية ومش طبعه. وبالليل بتشوف حد واقف من ورا باب أوضتها تاني، المقبض بيلف والباب بيزيق وبيتفتح. ليزا بتستخبى تحت البطانية وهي بتترعش، وصوت شبح بينده اسمها تاني. بتسأل بصوت مخنوق أنت مين وعايز إيه؟ بتحس بإيد متلجة بتضغط على البطانية، بتصرخ وبتقول ابعد عني. ولما بتشيل الغطا ما بتلاقيش حد. تاني يوم الصبح كل حاجة باظت والروتين اتكسر. روبي بيقول كلام مختلف تماما في الراديو، وتحت أبوها صوته جاي بآخر الشارع وبيزعق لأمها وبيتهمها إنها سرقت حاجة منه. ليزا تنزل تلاقي البيت مقلوب ومكركب، وأبوها بيقلب وغضبه عليها هي كمان. وفجأة الجرس بيرن وليزا بتترجى أمها ما تفتحش، بس الأم بتفتح وبيظهر راجل شركة التليفونات، شكله يقض القلب وابتسامته بتخلي جسمك يقشعر. بيطلع فوق وليزا بتحس إن الشر دخل البيت. بتطلع وراه تلاقيه قاعد على سريرها وبيدخن بكل بجاحة. بيسألها سؤال غريب، بقالك قد إيه صاحية؟ بتتلخبط في الأول بس بتفهم قصده، يعني بقالها قد إيه واعية باللوب. بتقول له يمكن أسبوع، وبتسأله هو مين وبيحصل إيه. الراجل بيقلع نضارته وبيحذرها بلهجة تهديد، اوعي تسمعي الأصوات اللي بتندهلك، ولو حاولت تتواصلي مع حد عيلتك هتشوف عذاب ألوان. ولما بيلبس النضارة تاني ليزا بتشوف انعكاس وشها عليها بس بتشوفه جمجمة. الراجل بيمشي وبيسيبها في دوامة رعب. وقت العشاء الأب المرة دي مش بيدخن، ولما ليزا بتسأله بيبص لها باستغراب كأنه مش فاهم هي بتقول إيه. التغيرات الصغيرة دي بتجنن ليزا، بتسيب الأكل وتجري على الجراج وتركب عجلتها. أبوها بيحذرها من الضباب بس هي ما بتهتمش، عايزة تهرب من الجنون ده. وهي سايقة تصرخ يمكن حد يسمعها. هي زهقت من اللوب ده، بس الغريبة إنها تفضل ماشية في خط مستقيم. وفجأة بتلاقي نفسها رجعت تاني قدام باب البيت وأبوها واقف مستنيها. بتحاول تاني وتالت ومهما تبعد بترجع لنفس النقطة، وكأنها محبوسة في الزمان والمكان سوا. بترجع ليزا للويجا تاني وبتعتذر للأرواح لو كانت ضايقتهم. هي خلاص بدأت تقتنع إنها ميتة وإن ده الواقع بتاعها. بتفكر إن الراجل الغريب ده كمان ممكن يكون ميت زيها. بتفضل تسأل ومفيش رد، وده بيعصبها أكتر. وبترجع لسريرها وبتتصدم لما بتلاقي بنت نايمة مكانها. البنت دي في نفس سنها تقريبا، وأول ما ليزا بتقرب وتمد إيديها البنت بتمسك إيدها برعب وبتقول اسم ليزا. وفجأة الأوضة بتترج والنور بيرعش وصوت راجل بينده أوليفيا. البنت دي اسمها أوليفيا. بتصرخ لليزا وبتقول لها بصي تحت الأرضية بسرعة. وقبل ما تفهم الراجل كان اقتحم الأوضة، وفي لحظة كل حاجة ترجع طبيعية وليزا تقع من طولها. الصبح بيطلع والروتين بيتعاد، بس روبي في الراديو بيديها تلميح. المرة دي ليزا ما بتضيعش وقت، بتفكر في كلام أوليفيا وبتدور على الفجوة اللي في الأرض. بتجيب مقص وبتقطع موكيت الأرضية وبتلاقي ألواح خشبية سايبة. بتشيلها وبتلاقي كتاب مستخبي في الحفرة. بتفتحه وبتلاقي قصاصة كارنال عن بنت مخطوفة اسمها فرانسيس نيكولاس، وتاريخها يرجع لسنة 1953. بتألف الصفحات وبتلاقي صور بنات كتير مختفية كلهم بنات، وهنا بتبدأ تحسي إن في كارثة تحصل.
جوه الكتاب ليزا بتلاقي مفتاح مصدي، بمجرد ما بتشوفه بتعرف على طول ده بتاع أنهي باب، وبتجري على الباب الصغير اللي كانت شافته قبل كده، وبالمفتاح ده الباب بيفتح وبتزحف وبتدخل منه. وهنا المفاجأة، الحيطان جوه مش زي باقي البيت خالص، دي حيطان حجرية قديمة والهواء جوه تقيل ويخرق. بتكمل مشي جوه وفجأة رجليها بتخبط في مية وبتلاقي إزازة سم، بس قبل ما تستوعب بتسمع صوت باب يتقفل وراها بالمفتاح. ليزا بتترعب وتجري تبص من فتحة صغيرة في باب حديد زي الخزنة، والناحية التانية بتشوف بنت صغيرة بتصرخ وتطلب منها المساعدة. بس للأسف قبل ما ليزا تقدر تعمل أي حاجة البنت بتولع فيها النار قدام عينيها، وليزا بتنهار وبتجري من الرعب. المشهد اللي بعده، العيلة كانت قاعدة بتفطر بانكيك ولا كأن في حاجة حصلت. فجأة التليفون بيرن وكلهم بيتفزعوا. الأب بيرد ويقول لليزا ده مدرس من المدرسة. ليزا بتمسك السماعة وإيديها بتترعش، بس اللي على الخط مش مدرس ولا حاجة، ده الراجل الغامض. بيقول لها بصوت يرعب كان لازم تخليكي في حالك، البيت ده بتاعي أنا، وبطلي تفتحي أبواب المفروض تفضل مقفولة. بس ليزا بتجمع شجاعتها وبتسأله سؤال جريء، أنت هتعمل لي إيه يعني؟ ما أنا كده كده ميت. رد الراجل كان صدمة. ليزا بتلف وشها ناحية السفرة، بتلاقي ولد قاعد على الكرسي، ده إدجار الصديق الخيالي بتاع أخوها روبي. طلع حقيقي مش خيال. روبي بيقول لها شفتي إدجار حقيقي أهو. ليزا بتصرخ في إدجار إنه يبعد عن أخوها، وبتحاول تفهم أهلها إن في حد معاهم، بس هم مش شايفين حاجة. وفجأة إدجار بيختفي وبيظهر وراها وبيتكلم بصوت الراجل الغامض نفسه، وبيقول لها هم مش بيشوفوا بس إلا اللي أنا عايزهم يشوفوه. وفجأة عقارب الساعة بتبدأ تجري بسرعة جنونية، وليزا بتشوف عيلتها بتنام على السفرة وبتجري تحضن أخوها روبي برعب، بس أول ما بتلمسه بتلاقيه بارد وجثة هامدة. الزمن بيجري أسرع وأسرع، وأبوها وأمها كمان بيتحولوا لجثث، والرعب بيكمل لحد ما كلهم بيتحولوا لتراب وعظم. ليزا بتنهار على الأرض وبتصرخ وبتترجى إن عيلتها ترجع، مش عايزة تكون لوحدها. وفعلا وكأنها معجزة العيلة بترجع تاني سليمة وواقفين قدامها بيحضنوها وبيطمنوها. بس ليزا عارفة من جواها إن ده تهديد، لو زعلت الراجل الغامض ده تاني الكابوس ده هيتكرر. بتجري على أوضتها وقلبها هينط من مكانه، وبتسمع صوت همس بينده اسمها، وبتجري على فتحة التهوية وبتصرخ سيبوني في حالي. هي فاكرة إنها لو ما سمعتش اسمها الصوت هيسكت، بس بتسمع صوت مية شغالة في الحمام. بتروح وبتشوف فيه إيه، وبتبص في المراية، وهنا الصدمة تانية. بتشوف أوليفيا واقفة في المراية، بس أوليفيا مش موجودة في الحقيقة، هي بس انعكاس. ليزا بفضول بتمد ايدها وبتلمس المراية، وأوليفيا بتعمل نفس الحركة، وفي اللحظة اللي ايديهم بتتلاقى فيها بيحصل شيء غريب جدا. ليزا بتتحول لأوليفيا، بترجع تمشي في البيت، بس بتكتشف انه مش بيتها، الديكور مختلف. وجوه الأوضة بتلاقي مقالة مرعبة في جورنال، العنوان بيقول العثور على عائلة مكونة من 4 أفراد ميتين في منزلهم، والعائلة دي هي عائلة ليزا، وسبب الوفاة التسمم بغاز أول أكسيد الكربون. ليزا ما بقتش عارفة ايه الحقيقة وايه الخيال. بتمشي في البيت الغريب ده اللي باين انه بيت أوليفيا وعيلتها، واخت أوليفيا الصغيرة بتشوفها وبتناديها باسم أوليفيا، ولما الأم بتشوفها تايهة كده بتسألها انت كنت بتمشي وانت نايمة ولا ايه؟ ليزا هتتجنن، ليه بيكلموها كأنها أوليفيا؟ بتدخل الجراج بتلاقي أبو أوليفيا هناك زي أبوها بالظبط، واقف متعصب وبيصلح العربية، وأول ما بيشوفها بيزعق وبيطردها. صوته وعصبيته بيرجعوا ليزا لواقعها تاني، وبتصحى تلاقي نفسها وسط أهلها اللي فاكرينها كانت بتمشي وهي نايمة. ليزا مصممة تلاقي أوليفيا، بتجري على أوضتها وبتكلم المراية، بس بدل صوت أوليفيا بيطلع لها صوت روبي أخوها من الراديو، بيقول لها إدجار بيقول إنك لازم تتعاقبي علشان كنت شقية، وبيقول لها إنهم مستخبيين في الكهف السري. ليزا عارفة المكان ده كويس، وبتجري على أوضة الغسيل، بتلاقي الباب الصغير مفتوح، بتدخل وهي فاكرة إنها هتلاقي أخوها. بتلاقي باب الخزنة كمان مفتوح، بس لما بتدخل الأوضة المرعبة دي بتتصدم لما بتلاقي بقايا عظم بشري على الأرض. صوت روبي بيرن تاني في المكان، احنا ضحكنا عليكي، احنا اصلا في الصندرة فوق، وإدجار قال اننا كسبنا اللعبة. وقبل ما ليزا تستوعب المقلب ده بيظهر الراجل المرعب وبيقفل عليها باب الأوضة الضلمة. ليزا بتترعب، مصيرها بيبقى قدام عينيها، العظم اللي مالي الأرض ده ممكن يبقى مصيرها هي كمان. بتفضل قاعدة يجي ساعات لحد ما بتلمح خاتم وسط تراب، خاتم تاريخه من 1954، وأول ما بتمسكه طاقة فرج بتتفتح لها، فتحة في السقف بتتفتح فجأة، ومن غير تفكير بتتسلق علشان تهرب من الجحيم ده.
لما ليزا بتفتح الباب اللي في السقف بتطلع تلاقي نفسها في الجراج، وهناك بتشوف بنت بتحاول تكسر قفل باب شاكوش بهستيريا. ليزا بتجري عليها، بس لما البنت تلف وشها ليزا بتتصدم، دي مش اوليفيا، دي فرانسيس نيكولاس، اول ضحيه خطفها الراجل المرعب ده. ليزا بتموت وتعرف مين الراجل ده، بس فرانسيس مش في وعيها، بتحكي بس ازاي اتخطفت ولقيت نفسها مربوطه في الكنبه اللي ورا في عربيه دايره، وكانت فاكره ان دي النهايه. فرانسيس بتنجح تكسر القفل، وليزا بتحاول تفهمها انهم في نفس المصيبه وبتحذرها من الراجل ده، بس فرانسيس بتقول لها اسكتي وبتفتح باب الجراج علشان تروح بيتها. وهنا ليزا بتضطر تواجهها بالحقيقه المره، مفيش حاجه بره يا فرانسيس. فرانسيس لسه عايشه في ليله خطفها، مش واعيه زي ليزا. ليزا بتقول لها بقلب موجوع انت ميته بقالك عشرات السنين، واهلك خلاص مشوا وسابوكي. عشان تثبت لها ليزا بتوريها الخاتم اللي لقيته، وبتقول لها ان هو اللي وصلهم ببعض. بمجرد ما بتحط الخاتم جنب فرانسيس وتلمسه، فرانسيس بتتسحب في ثانيه وتختفي في الضباب بايد الراجل المرعب. باب الجراج بيترزع وليزا بتفضل لوحدها شويه، وما بتدخل تلاقيها واقفه مظلومه. ليزا بتدور حواليها بجنون لحد ما بتلاقي ازازه اثير، وهنا بتفهم الكارثه، ابوها هو اللي عمل فيهم كده. بتصرخ في امها وبتقول لها انت ازاي سبتيه يعمل كده، وبترمي الازازه وتخرج من الاوضه وهي بتغلي. بتروح لاخوها روبي وبتواجهه بالحقيقه الصادمه، احنا كلنا ميتين يا روبي. روبي بيرد عليها ببرود غريب، انا عرفت الصبح لما لقيت نضارتي، انا كنت لابسها ليله ما متنا. تقبله للحقيقه بالبساطه دي بيهون على ليزا شويه. بترجع اوضتها وبتمسك الكلارينيت، ولما تبدا تعزف بتحس انها بتعزف احسن من اي وقت فات. المزيكا بتسحبها، وفجاه بتحس انها بتتنقل تاني لواقع اوليفيا، وبسرعه بتمسك قلم فلوماستر وبتكتب على دراعها رساله لاوليفيا مكتوب فيها اخرجي من البيت، وبتلمح تابلت عليه ورقه مكتوب عليها شغال الفيديو. طبعا ليزا جايه من سنه 1984، ما تعرفش يعني ايه تابلت. بتبص له باستغراب وبتحاول تخمن لحد ما بتدوس على علامه التشغيل في النص، والفيديو بيشتغل وبتظهر اوليفيا وبتحكي ليزا الحكايه كلها. كان في راجل عايش في البيت ده قبلهم اسمه إدجار مولينز، وده كان قاتل متسلسل، قتل بنات كتير ومات سنه 1983 قبل ما عيله ليزا تيجي. اوليفيا بتحكي كمان عن التغيرات الغريبه في تصرفات اهلها، وبتوري ليزا السلسله لابساها وبتقول لها دي المفتاح اللي ربطنا ببعض زي الخاتم بتاع فرانسيس. وفي اخر الفيديو اوليفيا بتترجى ليزا تنقذ عيلتها. ليزا وهي لسه في جسم اوليفيا بتنزل تحت وتسمع اهل اوليفيا بيتخانقوا نفس خناقه اهلها زمان، وفجاه الاب بيتحول لإدجار المرعب. ليزا بتصرخ في الام تاخد العيال وتهرب، بس ده بيخلي إدجار يجري وراها هي، وليزا بتجري بره البيت. والمفاجاه ان مفيش ضباب، الدنيا شمس ونهار. بتجري على جارهم اللي بيقص النجيل تستنجد بيه، بس بتخبط في حاجز خفي بيوقفها، وبيظهر لها إدجار ويقول لها ببرود الاشباح ما بتخرجش من البيت يا حلوه. ليزا تصحى في سريرها وامها جنبها. الام اخيرا استوعبت انهم ميتين، وبتعتذر لليزا انها اتهمتها بتقصير، وبتوريها الهدوم اللي كانت بتختفي. طلعت الام كانت بتخبيها علشان يهربوا بالليل. ليزا بتصمم تروح تواجه ابوها. الام بتحذرها، بس ليزا مش هتسكت، مش عايزه تفضل شبح محبوس للابد. بتنزل الجراج وتواجه ابوها وبتقول له انت ضيعت شماعات العربيه قاصد علشان كنت عارف انها بتتحول ليه. وبتساله هم فين. الاب بيفتح علبه بتاعت بويا وبيطلعهم، وليزا تأمره يركبهم وبيسمع كلامها. بيركبوا العربيه وليزا بتضغط عليه علشان يعترف باللي حصل، وفي الاخر بينهار وبيعترف انا رشيت عليكم الاثير وبعدين سحبتكم للجراج، وبيعيط بحرقه. بس ليزا بتطمنه وبتقول له ده مش ذنبك يا بابا، في حد تاني هو اللي سيطر عليك وخلاك تعمل كده. اول ما نطقت الكلمات دي ازاز العربيه اتكسر والبيت بدا يتهز كأن القيامه قامت. العيله كلها بتتجمع في الصاله. الحيطان بتعرض صور لإدجار وهو صغير مع اهله، وده معناه ان كلهم بقوا واعيين خلاص. ليزا بتفتح باب الشارع وبتلاقي الضباب، وروبي بيجري بفرحه ناحيه نور الشمس الباهت، والام بتجري وراه. الاب بيبص لليزا وبيقول لها يلا نقدر نمشي، بس ليزا بتقول لهم بحبكم، وبتقفل الباب وراهم وبتفضل هي جوه. ليزا دلوقتي لوحدها في البيت، بس لا هو بيتها ولا بيت اوليفيا، ده بيت إدجار. الساعه وقفت. بتدخل الاوضه وبتلاقي إدجار وهو صغير بيموت ابوه بالاثير بعد ما موت امه. إدجار بيبص لها ويقول لها اخرجي من بيتي، ولما بتجري بيتحول لصورته الكبيره وبيطاردها. بتستخبى في اوضه مليانه برطمانات فراشات نفس اللي شفناهم في الاول، دي ارواح الضحايا اللي حابسهم. فجاه ابو اوليفيا بيكسر الباب والبيت بيتحول لنسخه من بيت اوليفيا تاني. ليزا بتستخبى تحت السرير لحد ما الراجل يمشي. بتتسحب لاوضه الغسيل وبتلاقي الباب الصغير مسدود بحيطه، بس ما فيش وقت لليأس، وبتمسك عتله وبتكسر الحيطه وتكشف الباب، وبتنزل تحت الارض وبتجمع متعلقات البنات الضحايا وبتحاول تتواصل مع ارواحهم. بس ابو اوليفيا بيغفلها
بيشيلها وبيمسكها علشان يخدرها بالإثير. بتصحى وبتلاقي نفسها مربوطة في عربية وجنبها أم أوليفيا، وفي ولاعة واقعة كانت على الأرض. ليزا بتلقطها وتحرق اللزق اللي على إيديها وتحرر نفسها. وهي بتفك باقي الحبال عينيها بتيجي على الجراج وبتلمح إدجار داخل ومعاها أخته أوليفيا الصغيرة، وبسرعة بديهية ليزا بتمثل إنها لسه مغمى عليها ومربوطة على كرسي السواق. إدجار بيبص لها وبيقول لها ببرود انت زنانة قوي ما بتزهقيش. أول ما بيدور العربية ليزا بتستغل الفرصة وبتلف اللزق اللي فكيته حوالين رقبته وبتخنقه من ورا، بس هي مش بتموته، هي بس بتغفله. وبتخطف مفاتيح العربية وتطلع تجري بره الجراج في المطر وبترمي المفاتيح بعيد علشان تعطله، بس إدجار بيحصلها وسط العاصفة وبيمسكها وهو بيقول وقتك انتهى يا حلوة. وهنا الصدمة، بيطلع نسخة مفاتيح تانية من جيبه وبيوريها إن رمي المفاتيح ما كانش انتصار ولا حاجة، ده كان مجرد تضييع وقت. ليزا بتحاول تجري ترجع البيت بس إدجار بيتكالب عليها ويمسكها، وفي اللحظة دي بتظهر فرانسيس فجأة من العدم. أول ما إدجار بيشوفها بيسيب ليزا من الرعب. فرانسيس بتشاور عليه بصباعها باتهام وبتقرب منه ببطء مرعب، وبصرخة مفزعة منها المكان بيتحول لدوامة دخان أسود وضباب كثيف، ومن وسط الضباب ده بيبدأ يظهر كل البنات اللي إدجار أذاهم وقتلهم طول السنين اللي فاتت، وكلهم ماشيين ناحيته. والرعب بيكمل لما أبوه وأمه كمان بيظهروا وسطهم. ذنوب الماضي كلها بتتجسد قدامه وبتحصره، وفي النهاية إدجار بيتحرق ورا باب الخزنة. النار والضلمة اللي هو صنعهم هم اللي أكلوه. بره الجراج أبو أوليفيا بيفوق وهو مش فاهم إيه اللي حصل أصلا، وليزا بتقف جنبه وبتقول له جملة واحدة: هنرجع عيلة سعيدة تاني. وفي آخر لحظة في بيت أوليفيا ليزا بتقف قدام المراية وبتقول له أوليفيا بابتسامة وداع: عيش حياة سعيدة. وبعدها بترجع لعالمها هي. بتصحى ليزا في سريرها بس بتحس بحاجة غريبة. صوت روبي في الراديو بيقول الجملة المعتادة، بس المرة دي بيفاجئها في الآخر وبيقول لها كل سنة وانت طيبة. أخيرا اليوم اللي كانت مستنياه بقالها سنين جه. واللوب اتكسر. بتنزل تحت وتلاقي هدية عيد ميلادها مستنياها، وأمها بتبتسم وبتقول لها جملة بتهز قلبها: احنا أخيرا روحنا بيتنا. الكلمة دي معناها إنهم فاكرين كل حاجة حصلت وإن أرواحهم أخيرا ارتاحت وهتتحرر. ليزا بتفتح باب البيت ونور ساطع أبيض بيدخل المكان، وبتسمع همس رقيق بينده اسمها وكأنها بتنتقل للعالم الآخر بسلام. تفتكروا لو مكانها كنتوا هتحاولوا تهربوا ولا هتدوروا تكشفوا الأسرار؟ قولوا لي رأيكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل ملخصاتنا الجديدة. شكرا للمشاهدة وأشوفكم المرة الجاية. سلام.